بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم مع حلقة أخرى من برنامج ضيف الأسبوع من إذاعة الإسراء. ويسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف ممثلة صاحبة الجلالة في الجنوب، ونقصد بصاحبة الجلالة الصحافة، المنبر الحر المعبر عن أمان الشعب وتطلعاته. يسعدنا أن نستضيف الأستاذ نزيه النقوزي، المراسل والمندوب الصحفي للعديد من الصحف اليومية والمجلات ووكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية، الذي أمضى سنوات عديدة في مجال الصحافة والإعلام ليحدثنا عن الصحافة وهمومها. أستاذ نزيه، أهلا وسهلا بكم ضيفا في برنامج ضيف الأسبوع من إذاعة الإسراء. أهلا وسهلا فيك، ونحن بنتشرف أن نكون ضيوف، مع أننا نحن بنعتبر نفسنا من أهل بيت إذاعة الإسراء. أستاذ نزيه، نود أن نعطي المستمع فكرة منذ متى وأنت في العمل الصحفي، وما هي الدوافع التي جعلتك تختار هذه المهنة النبيلة؟ في الحقيقة تخصصي كان في الحقوق، إلا أن العمل الصحافي استهواني منذ أن كنت طالبا في الصف الأول ثانوي، لكن مجالات العمل الصحفية كانت في تلك الأيام صعبة المنال. وفي بداية العام 68 وإثر تخرجي من جامعة محمد الخامس في المغرب وعودتي إلى لبنان، التقيت بممثل عن جريدة الأنوار، هو الزميل نواف غندور، الذي كان يبحث عن مراسل للصحيفة في منطقة الجنوب. ومنذ ذاك التاريخ، وبالتحديد في 10 من كانون الأول 1968، بدأت عملي الصحفي كمراسلا لجريدة الأنوار في منطقة الجنوب. هذا العمل كان بداية انطلاقتي الصحفية، وقد مارستها من منطلق قومي، ودافعي إليها هو لإبراز القضايا العربية المحقة التي كانت أول ما انطلقت في لبنان، والتي مارستها ميدانيا من أرض الجنوب الذي كان مع بداية التحركات الإسرائيلية آنذاك. وكان الدافع الأساسي كما قلت هو إبراز القضايا القومية العربية التي بدأت تنتشر في المحيط اللبناني. أستاذ نزيه، ما دمنا نتحدث عن القضايا المصيرية، فنحن نعلم أن للإعلام دورا أساسيا في خدمة القضايا المصيرية، فكيف يؤدي الصحافي هذا الدور؟ حقيقة على كل صحافي أو على كل مندوب أو مراسل أو مخبر حتى اتباع الحقيقة للوصول إلى المضمون، لأن الحقيقة تخدم قضايانا، وبالتالي الابتعاد عن الضوضاء والضجيج وعن اللهفة الصحفية، يعني يكون واقعي في نقل الحقيقة وعدم تشويشها، يعني بالتحديد عدم تكبير الخبر زيادة، يعني كل تكبير يمكن يكون له أضراره بالنتيجة.
أستاذ نزيه، ما هو عدد المراسلين في الجنوب؟ وما هي الوكالات والصحف الأجنبية التي يراسلونها؟ العدد ما شاء الله يعني صار كبير بالنسبة للوقت اللي أول ما بشرنا فيه، لأنه العدد كان أيام ما بدأنا العمل لا يتجاوز أصابع الكف، أما اليوم فقد يصل إلى 60 أو 70 مندوبا، ومعظمهم يراسل الوكالة الوطنية للأنباء، وباقي المندوبين كثر، لأن كل جريدة أصبحت تعتمد على أكثر من مراسل في كل منطقة. يعني بصيدا إلى مراسل، بسور إلى مراسل، بالنبطية مراسل، وهلأ طرأ علينا كمان مناطق الشريط الحدودي، صار بكل منطقة من الشريط الحدودي كمان مراسل. يعني المراسلين أصبحوا يتعدوا 50 مراسلا، وجميعهم يراسلون وكالات محلية وأجنبية وصحف يومية، وأعتقد أن عملهم أتى بثمار طيبة أثناء الاجتياح الإسرائيلي وما بعده. لكن أتمنى على الزملاء العودة إلى الحقيقة وتقصي الحقيقة والواقعية في نقلهم للخبر، لأنه بخصوصا في الظروف اللي بيمر فيها لبنان والوطن العربي والإسلامي، فعلينا توخي الحقيقة كاملة، لأن أي تجاوز للحقيقة قد ينعكس سلبا على مجمل القضية. أستاذ نزيه، هل من رابطة تجمع المراسلين الصحفيين في الجنوب؟ للأسف حتى الآن ما في أي رابطة تجمعنا. كنا بأوائل السبعينات عملنا لإنشاء رابطة، إلا أن القانون اللبناني يحظر إقامة روابط، لأن هناك نقابة للمحررين الصحفيين مركزها بيروت، وللأسف أيضا ابن الجنوب أو ابن صيدا بالذات ما له هالفاعلية بالنقابة، على الرغم من أن هناك في 5 أعضاء بنقابة المحررين في بيروت. وعملنا جاهدين في هذه الفترة القريبة لأن يكون مندوب منهم في المجلس، إلا أن الحظ ما كان من نصيبنا، وهذا ما بيمنعنا أن نتابع المثابرة لحتى إحقاق الحق وتأمين لأنه شخص يمثل صحفي صيدا في نقابة محرري الصحافة. أستاذ نزيه، هل تنشر الصحف جميع المعلومات التي يبعث بها الصحفي أم يحذف منها؟ في الحقيقة هناك نوعان من المراسلين. يعني هناك مراسلون يعملون على كتابة الخبر وصياغته وحتى عنونته، وهناك مخبر، وهناك فرق كبير بين المخبر والمراسل، لأن المخبر عليه نقل صورة عن الخبر، والمحرر في المركزية في بيروت يعمل على وضع اللمسات الأخيرة على الخبر. أما المراسل فعليه أن يضع الخبر كاملا، وفي بيروت قد يعمد إلى حذف بعض فقرات من الخبر إذا كان هناك من قضايا حساسة، وقد يستعمل الخبر بأسلوب آخر بس لا يغير المعنى تبع الخبر. وبذلك كما قلت هناك نوعان، مراسل ومخبر، وهذا الفرق بين المراسل والمخبر. لماذا لا يعمل الصحفيون على إصدار صحيفة ولو أسبوعية في الجنوب تغطي النشاطات كما هي الحال في الشمال مثلا؟ وما العائق في ذلك؟ الحقيقة كان في أكثر من محاولة لإصدار مجلة في صيدا، وبعتقد في بعض الزملاء عم يصدروا مجلة بالوقت الراهن، بس مش دورية ولا منتظمة. كل المحاولات اللي قمنا فيها واللي اتكررت ما كانت تستمر على أكثر من عدد أو عددين. اخرها كان مجلة القلعة اللي اتشاركنا مع الزميل
ابو ظهر فيها، عبد الحميد ابو ظهر، وحاولنا نطورها، بس للأسف كل شيء بيوقف قدام المادة، لأنه المال هو عصب إصدار الصحف والمجلات، وعدم وجود التمويل هو العائق الأساسي في إصدار أي صحيفة محلية أو أي مجلة حتى فصلية، لأنه كل المحاولات اللي قمنا فيها بقت بالفشل بسبب عدم التمويل. طيب بالنسبة للصحافة، كيف يمكن لإذاعة الإسراء أن تساهم في خدمة رجال الإعلام في الجنوب؟ هو للحقيقة الإذاعات يمكن لها أن تقدم يعني مساعدة في خدمة المراسلين، وهي إيجاد نوع من برامج خاصة لنقل أخبار معينة من ضمن فقرات معينة، منها يمكن للمراسل أو للصحافي الموجود في المنطقة الإطلالة عبر وسائل إعلامية مسموعة، وممكن له أنه يعطي نتائج تسهل له الانتشار أكثر والمعرفة أكثر، وبالوقت نفسه ممكن للإذاعة كمان تتوسع ببرامجها، لأنه إضافة برامج جديدة لإعلاميين من ضمن البرامج اللي هي عادة برامج كتير جيدة وكتير مسموعة، وخاصة انه الانطلاقة ما الى فترة طويلة، وهذا من القضاء الاشياء المهمة اللي قدرت الإسراء بذات الإسراء بالتحديد انها تبرز اكثر من غيرها بالوقت القصير اللي بلشته. طيب ما رأيكم بمعرض صور لجميع رجال الإعلام في الجنوب برعاية إذاعة الإسراء؟ فكرة ممتازة وجيدة، وبتنال بعتقد موافقة كل شيء في زملاء بصيدا لهالفكرة، وفكرة كتير صائبة وممكن تعطي نتائجها الإيجابية على صعيد التصوير الفوتوغرافي اللي هلأ في نزاع فيه، لأنه في نقابة عم بتقوم للمصورين الصحفيين، على ما يبدو في إشكالات مع نقابة المحررين اللي بتصر على أن تكون نقابة المصورين من ضمن نقابة الصحافة، يعني ما يكون إلى استقلالية عن بقية الهدى. وبعتقد هيك معرض بشجع الإخوان والزملاء على أنهم يبرزوا ويعطوا ما عندهم من لقطات فنية وحربية حتى، لأنه أكثرية الزملاء عايشوا الأحداث بقلوبهم وبحياتهم، وأكثريتهم كان عندهم لقطات مميزة، وبعتقد أنه بيكون معرض ناجح جدا، وبتمنى أنه إذاعة الإسراء تتابع هالموضوع، ونحن لها مشاكرين. أستاذ نزيه، هل من كلمة أخيرة عبر أثير إذاعة الإسراء؟ الحقيقة كلمتي بوجهها الأخيرة للزملاء الصحفيين لأكرر من جديد أننا في وضع جديد استجد ليس في لبنان بل في المنطقة العربية والإسلامية عامة. علينا توخي الحقيقة والدقة، توخي الحقيقة والدقة أكررها، لأنها هي التي تؤمن الطريق السليم لنقل الخبر الصحيح، وبالتالي فإن توخي الحقيقة والدقة يجعلنا بعيدين عن الأخطاء وعن الوقوع بالحبائك التي يحبكها لنا العدو الإسرائيلي، فنأمل من الجميع العمل على ذلك. مستمعينا الكرام، بهذا الحديث الشيق عن الصحافة وهمومها نشكر الأستاذ نزيه النقوزي عميد الصحفيين في صيدا والجنوب، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.